وقبل ما احط الكلبش في ايديه قام مرة تانية وبالسكينة اللي في ايده قطع صباعي. فضلت اصرخ من الوجع. اسمي مصطفى، بشتغل ضابط مباحث، والنهاردة هحكي لكم عن أكتر حادثة مرعبة حصلت لي في حياتي في مكان مهجور وغامض اسمه جبل الشيطان. اللي حصل ده كان سنة 2003 يوم الاثنين. جالنا بلاغ طارق على اللاسلكي، صوت راجل كان عمال بيصرخ. كان بيقول: الو الو، الشرطة، الحقوني الحقوني، فوق الجبل هناك. كان عمال بيصرخ وبيترعش، صوته فيه رعب مش طبيعي. ما قدرناش نفهم هو بيقول ايه بالظبط، بس كان واضح انه كان بيطلب النجدة قبل ما الصوت ينقطع والخط يفصل خالص. فريقي كان مكون من 4، انا وسامي واسراء وادم. خدنا عربيتنا واتحركنا فورا على جبل الشيطان. المكان ده ليه سمعة سيئة جدا. في سنة 1994 3 أصحاب، ماهر وياسمين ونهى، راحوا هناك علشان يتفسحوا شوية. بس بعد يومين لقوا جثة ماهر متقطعة. أما ياسمين ونهى لحد النهاردة محدش عارف راحوا فين. لقوا هدومهم وشوية حاجات تخصهم، لكن هم نفسهم اختفوا. أول ما وصلنا للجبل الجو كان كئيب والهدوء مخيف، مفيش أي علامة على وجود بني آدم. مشينا شوية لقينا بيت مهجور شكله مقفول بقاله سنين. قلت بصوت عالي: في حد هنا؟ لكن محدش رد. كسرنا الباب ودخلنا، ولما دخلنا اتفاجئنا بمنظر مرعب. أدوات قتل في كل حتة، مناشير كتير وسكاكين كبيرة وسلاسل كهرباء، دم في كل ركن. سامي قال وهو بيبص حواليه: ايه المكان المخيف ده؟ ده كأنه مسلخ مش بيت. قلت: يا ريت نخلينا في شغلنا، في حد هنا بيقتل ولازم نلاقيه. فضلنا نلف في البيت لحد ما لقينا باب القبر. سمعت صوت منشار كهرباء وضحكة غريبة كانت جاية من تحت. قلت لسامي: افتح الباب. كان متردد وخايف وباين على وشه الرعب. بس أول ما فتح الباب حد شد سامي بسرعة وسحبه جوه القبر. وفي نفس اللحظة سامي صرخ صرخة عالية هزت المكان كله. جرينا وراه علشان نلحقه، بس لما دخلنا القبر لقينا سامي واقع على الأرض ورقبته مفصولة عن جسمه والدم مغرق المكان كله. ولما حاولنا نجري ورا القاتل كان قدر يهرب من ورا باب سري. إسراء بدأت تترعش وتنهار من المنظر. كنت شايفها وهي بتحاول تمسك نفسها. هو اللي بيحصل ده حقيقي؟ مش ممكن اللي أنا شايفاه قدامي ده. وعشان أفوقها قلت لها احنا هنا علشان ننقذ الراجل اللي اتصل بينا ونقدر نمسك السفاح ده. ركزي معايا. قررنا نكمل ونقبض على المجنون ده. خرجنا من البيت وقلت لآدم: وقف هنا وخليك حارس للمكان، لو في اي حاجة حصلت كلمني فورا. أنا وإسراء كملنا ناحية الاتجاه اللي كنا شوفنا السفاح بيجري منه. واحنا ماشيين حصل اللي ما كناش متخيلينه. فخ كان معمول في الأرض، حبل اتلف حوالين رجل إسراء واتسحب بسرعة ناحية عربية قديمة، والعربية بدأت تجري بسرعة، والراجل اللي كان راكبها بيضحك ضحكة شيطانية. وإسراء كانت عمالة بتصرخ وبتقول: الحقني يا مصطفى، الحقني. جسمها كان بيتزحل على الأرض لحد ما ماتت. فضلت أصرخ وأنا بحاول ألحقها، بس ما كنتش قادر. وشها كان مليان دم وجسمها متبهدل. مش قادر أنسى صوت صراخها. كنت بلعن نفسي إني معرفتش أحمي فريقي. رجعت جري على البيت علشان أطمن على آدم،
بس ما لقيتهوش. فضلت ألف وراه وأنادي عليه. آدم، أنت فين؟ رد عليا آدم. وفجأة حد ضربني على دماغي بحاجة تقيلة ووقعت على الأرض، والدم كان سايح من دماغي وأغمى عليا. صحيت بعدها بساعات، لقيت نفسي مربوط بسلاسل وحبال، وقدامي جثة والمكان كله دم وقطع ايدين ورجلين وادوات اكل. بصيت على شمالي لقيت ادم مرمي ومغمى عليه وايديه متقطعين. كنت هتجنن. فضلت ازعق واشتم القاتل ده. تعالي لو راجل واجهني يا جبان. ولما التفت ناحيته لقيته راجل مشوه، وشه مش طبيعي، وكان قاعد على كرسي هزاز عمال يضحك بصوت عالي. فضل يهز في نفسه كأنه مستمتع، وبعد شوية قام راح ناحية آدم وصحاه وفتح المنشار الكهرباء. آدم بدأ يصرخ ويتوسل. لا لا، بالله عليك سيبني أرجوك. وأنا كنت بصرخ سيبه، تعالى لي أنا قلت لك سيبه. بس الراجل الملعون بدأ يقطع وش آدم بالمنشار، وصوت صراخه كان بيمزق القلب. بعد ما قتله جه ناحيتي وقال لي: انتوا السبب، انتوا اللي قتلتوا عيلتي، كلكم وحوش. ما كنتش فاهم هو بيتكلم عن ايه، بس وانا مربوط كنت مخبي سكينة صغيرة في شرابي. استنيته يقرب ومثلت اني فاقد الوعي، ولما قرب طعنته بالسكينة ووقع على الارض. وقبل ما احط الكلبش في ايديه قام مرة تانية وبالسكينة اللي في ايده قطع صباعي. فضلت اصرخ من الوجع، كان اقوى مني بكتير وكنت حاسس اني بموت. اللحظة دي مش بنساها لحد النهاردة. فضلت قاتل فيه بس هو كان اقوى مني، شكله متعود على القتل. انا ما كنتش عايزة اقتله، لكن هو كان مجنون وهجومي، كان بيهاجمني بأسلحة كتير. بس انا كنت محظوظ وقدرت انقذ نفسي بالعافية. دفعته من فوق السلم وضربته جامد، وقبل ما يقوم مرة تانية قدرت اني اطلع المسدس وضربته ضربة واحدة في دماغه، وقدرت اني انهي حياته. المكان ده اتقفل ومحدش رجع له تاني، بس لسه لحد النهاردة الناس اللي بتمر قريب من جبل الشيطان بتحكي عن أصوات غريبة. والأغرب إن مفيش حد قدر يحل اللغز ده ولا يعرف مين الراجل اللي دمر حياتنا كلها. لورا بنت في 15 من عمرها كانت عايشة في أمريكا، متعودة دايما إنها يوم العطلة الرسمية بتاعتها تسهر بالليل على الكمبيوتر. كانت بتشاهد الأفلام الجديدة، وفي يوم قررت لورا إنها تدخل تدور على لعبة جديدة كانت نازلة على الدارك ويب، لأنها كانت عارفة إن الألعاب الجديدة مش هتنزل غير على الدارك ويب. وبالفعل بدأت تبحث لورا على لعبة لحد ما اكتشفت إعلان عن لعبة اسمها الحمام المسكون. ما كانتش تسمع عن النوع ده من الألعاب. اتحمست جدا إنها تدخل وتقرأ عن اللعبة وتفهم قواعد اللعبة بالكامل. قواعد اللعبة كانت بتقول إن إذا دخلت اللعبة اوعى تحاول تخرج منها، وإلا هتصيبك لعنة اللعبة مدى الحياة. أنا روح شريرة واسمي دروما سان. لورا ما كانتش مقدرة حجم الكارثة اللي في اللعبة دي، وكانت فاكرة إنها مجرد لعبة وبس. استنت لورا لحد ما أهلها كلهم ناموا وقفلت باب غرفتها، ودي كانت أول خطوة في اللعبة. وطفت جميع الأنوار في الغرفة ودخلت الحمام وقلعت هدومها وشغلت الدش علشان تملى البانيو مية. ودخلت لورا في البانيو وبدأت في الخطوة الثانية من قواعد اللعبة، وهي إنها تقول تعويذة شيطانية أثناء غسل شعرها.
والتعويذة دي كانت إنها تنادي على الروح باسمها 3 مرات وهي مغمضة عينيها، ونبهت الروح في اللعبة إنها لازم تلتزم بقواعد اللعبة وإلا هيكون نهايتها الموت. فضلت لورا تنادي على الروح وتقول: دراما سان انتي هنا، دراما سان انتي هنا، لكنها ما كانتش بتسمع أي صوت، لدرجة إنها شكت إن اللعبة دي مجرد خدعة وخلاص، كانت خلاص هتنهي اللعبة وتفتح عينيها، لحد ما فجأة سمعت صوت جاي من وراها، كان صوت لخطوات بتقرب عليها. دخل الشكل المخيف ده في قلب البانيو، وهي بتدخل في البانيو دماغها اتخبطت في حنفية المية ودخل عينيها اليمين تتصفى من شدة الخبطة، بدأت تنزف دم بغزارة، البانيو كله تقريبا اتملى بالدم. لورا كانت مذهولة وفي منتهى الخوف والرعب من اللي سمعاه، كانت خايفة تفتح عينيها لكنها افتكرت قواعد اللعب، وبالرغم من خوفها ده لكنها فضلت متماسكة وهادية. سألت الوجه المخيف اللي كان قدامها وقالت بحذر: ليه وقعتي في حوض البانيو؟ لكن شبح الست المخيفة دي مرضتش ترد عليها، وكانت بتبصلها بكل كره وشر. لورا قامت من البانيو لكنها كانت حاسة بوجود الروح حواليها وسمع صوت أنفاسها في كل مكان. لورا كانت مرعوبة جدا من اللي حصل معاها في الحمام، كان جايلها شعور إنها عاوزة تهرب من بيتها، لكنها افتكرت قواعد اللعبة، إنها لو فكرت تخرج من اللعبة قبل ما تنتهي وقبل ما تكمل باقي قواعد اللعبة هتتسبب في هلاكها وموتها. دخلت سريرها ونامت، كانت حاسة إن في حد مراقبها، لدرجة إنها كانت بتشوف الروح الشريرة دي في أحلامها وبتحاول تقرب منها. وفي صباح اليوم التاني قامت لورا من سريرها ناسية كل اللي حصل معاها، أخدت الشاور بتاعها وفطرت، ولكن حصل حاجة غريبة معاها، وهي إنها بدأت تحس إنها كل ما تمشي وتتنقل لأي مكان في البيت كانت بتحس في إن في حد ماشي وراها، كانت شعرة بحد بيتنفس بالقرب منها. التفتت فجأة وراها لكنها ما لقتش أي حد، وبعد شوية خرجت لورا وأمها من المنزل لشراء بعض مستلزمات من السوبر ماركت، كانت قريب من البيت، وهما في طريقهم لهناك كانت حاسة طول الوقت بوجود حد كان بيراقبها. سمع صوتها وحاسة بنفسها، كانت خايفة وقلقانة لكنها ما كانتش عاوزة تحسس والدتها بحاجة. فضلت متماسكة لحد ما وصلوا فعلا السوبر ماركت، وهناك وأثناء ما والدة لورا كانت في الدور التاني من السوبر ماركت بتجيب بعض المستلزمات، كانت لورا في الدور الأول بتساعد والدتها في شراء بعض الطلبات، لكنها فجأة انهارت وفضلت تصرخ من شدة الخوف، وده لما لقت نفسها شايلة راس مقطوع لشبح دروما سان، كانت عيونها بتنزف والدم كان مغرق المكان، بس قطع صوت صريخها. سمعت صوت موبايلها لما والدتها اتصلت بيها وكانت بتقول لها إنها واقفة هناك عند الكاشير وفي انتظارها، لكن لما بصت مرة تانية في إيديها ما لقيتش أي حاجة من اللي شافتها. وصلت لورا عند الكاشير جنب والدتها، ووالدتها أثناء ما كانت بتدفع الحساب لاحظت لورا وجود نفس الشكل المخيف ده مرة تانية، وهي كانت واقفة في جنب متداري في المكان وكانت بتبصلها بكل شر. بدأت الروح تقرب منها وبسرعة، وقبل ما تحاول تتكلم لورا افتكرت قواعد اللعب، إنها ما تحاولش تبص عليها، ولو شافتها في أي مكان تغمض عيونها وتهرب. والدتها اتفاجئت من رد فعل لورا وسألتها لو في أي حاجة حصلت معاها وليه خرجت من السوبر ماركت بتجري وخايفة من إيه، لكن لورا كانت بتترعش من الخوف وما كانتش عارفة تتكلم، ولسانها كأنه متلجم ومش عارفة حتى ترد على والدتها تقول لها إيه. ووالدتها لما لاحظت إن لورا خايفة ومش بتتكلم أخدتها وشدتها في العربية ومشيت،
ولكن لورا طول الطريق كانت شايفة روح دروماسان وهي ماشية وراها، وكان كل ما أمها تسرع بالعربية في الطريق كانت الروح الشريرة دي بتسرع هي كمان. انهارت لورا من شدة الخوف من اللي شايفاه وفضلت تصرخ، ووالدتها كانت خلاص وصلت البيت. نزلت لورا وهي خايفة من العربية، جريت على بيتها وأوضتها وهي بتتنفض من شدة الرعب والخوف، وحاسة بروح دروماسان وهي مراقباها طول الوقت. كل ما تروح مكان تلاقيها قدامها. قررت لورا إنهاء اللعبة، وكان لازم تعمل الخطوة الأخيرة، وهي إنها تقول التعويذة اللي بتطلب فيها من دروماسان إنها تنهي اللعبة. كل ما كانت بتحاول تقول التعويذة كانت دروماسان تختفي من قدامها. كانت كل ما تشوفها وتحاول تنهي اللعبة دروماسان تختفي وترجع تظهر تاني. الأمر بقى يزيد خطورة، واللعبة بدأت تبقى حقيقة مرعبة عايشة فيها لورا طول الوقت. أهل لورا كانوا ملاحظين حالتها عمالة بتسوء، وادوها منوم علشان تهدى وتنام، وبالفعل بدأت لورا تهدى وتروح في النوم. وبعد شوية فتحت عيونها، وهنا كانت الصدمة لما لقت نفسها جوه البانيو والمية حواليها من كل حتة. وقتها شافت شبح دروماسان كان واقف قدامها، وفتحت عينيها وصرخت. وقتها مسكتها دروماسان بقوة وهي بتضحك ضحكة انتصار بصوت مخيف وعالي، وقالت ليها وفقا لقواعد اللعبة انتهت بانتصار دروماسان، وعلى الروح العودة للعالم الآخر. وفضلت تغرق في لورا وتحاول تقرأها في الهم، وكانت بتضحك ضحكة بصوت عالي مخيفة. وفي اللحظة الأخيرة أدركت لورا إنها بتموت خلاص، وماتت عينيها كمحاولة منها لإنقاذ نفسها. وبالفعل بعد لحظات بدأت تفتح عينيها مرة تانية، ولكن المرة دي كانت على سريرها في غرفة نومها. كانت غرقانة من كتر العرق، وكأنها شافت شيء مهول. ولاحظت لورا إن الساعة بقت 12:30، وده معناه إنها بدأت يوم جديد، وده معناه إنها فشلت في إنهاء اللعبة. فضلت لورا تبكي من شدة يأسها وهي في حضن والدتها. وبمرور الوقت فضلت لورا تشوف روح دروماسان في أحلامها، وحولت حياتها لكابوس. كانت كتير بتشوف نفسها والروح الشريرة وهي بتحاول تغرقها في البانيو، لحد ما في يوم صحيوا أهلها على خبر وفاة لورا وهي غرقانة في بانيو الحمام. محدش كان عارف ايه سبب وفاتها. كنت تعبان بقالي كذا يوم، كنت حاسس بسخونية وتكسير في جسمي، وكنت مش قادر اتحرك من السرير. الشغل اداني اجازة عشان ارتاح، بس مفيش حاجة فرقت والتعب فضل زي ما هو. لكن اللي حصل معايا بالليل عمري ما كنت متخيل انه ممكن يحصل لي. كنت نايم على سريري وعيني في السقف مش قادر انام، لما الموبايل اللي جنبي اتهز جالي اشعار من كاميرا الراينج اللي كانت عند باب البيت. تم رصد حركة فاستغربت. الساعة كانت عدت نص الليل وانا عايش لوحدي. قلت يمكن قطة ولا حاجة عدت. فتحت البث المباشر لكن ما لقيتش اي حاجة كانت موجودة قدام البيت. الدنيا بره كانت هادية، بس عشان اتأكد قررت ارجع اشوف اللقطات القديمة. لكن قبل ما ايدي توصل للفيديو حاجة خبطت في ازاز شباك الأوضة بصوت عالي جدا. جسمي اترعب، رفعت راسي بسرعة. كنت متوقع اشوف طير ولا حاجة، لكن مفيش، بس في بقعة سودة مكان الخبطة. اترددت شوية بس في الآخر قمت بالعافية، وكل عضلة في جسمي بتصوت من السخونية.
ورحت ناحية الشباك، فتحته بالعافية ووقفت مصدوم. اللي خبط في الشباك كان طير بجد، بس جسمه متقطع، ريشه كان طاير كأنه ميت من زمن، وحد رماه بكل قوته. قفلت الشباك بسرعة ونفسي كان بيتقطع. الموضوع مش طبيعي، كان مش مجرد طير عادي، كان في حاجة غلط. رجعت للموبايل وبصيت في اللقطة المتسجلة. كانت في واحدة ست لابسة قناع، شكله كان غريب، ماشية ناحية باب البيت. حركتها كانت مش طبيعية، مشيتها كانت غريبة وكأنها سكرانة أو مش طبيعية. وقفت قدام الكاميرا وبصت فيها كأنها شايفاني، وفجأة سمعت صوت جاي من ناحية تانية في الأوضة. بصيت، كل حاجة شكلها زي ما هي، بس في شباك تاني كان مفتوح وأنا متأكد إني قافله. بصيت تحتيه على الأرض كانت متوسخة، كأن في حد دخل وساب أثر رجليه. قلبي كان هينط وأنا واقف مش قادر أصدق، بس ما كانش في وقت. بدأت أدور على أي حاجة في الأوضة أدافع بيها عن نفسي. وأنا واقف حسيت بحاجة ورايا، كأني في حد واقف. لفيت وشفتها، أيوة، كانت واقفة على بعد خطوات مني. القناع بتاعها كان مش طبيعي، وشه كان ممدود، عيونها كانت غريبة، ما كنتش قادر أركز فيهم. لكن فجأة لقيتها مسكت في رقبتي وفضلت تخنق فيا بشكل غريب. قوتها كانت مرعبة، صوت نفسي بدأ يروح، حسيت إني بموت. وفي آخر نفس دست على رجليها بقوة. سمعت صوت صرخة عالية منها، كان صوتها مرعب، مش صوت بشري. لكن قدرت أفك إيديها ووقعتها على الأرض، لكن قامت تاني وبدأت تتحرك بحركات متقطعة مرعبة، زي ما تكون دمية بتتهز بخيوط. جريت ناحية الشباك ولسه بمد ايدي علشان انط منه، لقيتها شدتني من رجلي بقوة وسحبتني على الأرض. وبعزم قوتها فضلت تجر فيا لحد ما سحبتني وجرتني ناحية باب القبر. كنت عارف اني لو وصلت هناك كانت هتبقى دي نهايتي، مهما صرخت محدش هيسمعني. لكن فضلت اضرب فيها برجلي واصرخ لحد ما خبطت في وشها. صوتها كان مرعب وقدرت اني ارجع شوية لورا. استغلت اللحظة وقمت بالعافية، ورجلي كانت بتنزف وجسمي كمان بيتكسر. جريت ناحية الباب، ايديا كانت بتترعش وحرارتي مولعة، بس قدرت ان افتح الباب بالعافية ورميت نفسي بره. وفي اللحظة اللي خرجت فيها سمعت صوت طلقة، حسيت نار مولعة في جنبي. في اللحظة دي كنت حاسس بوجع رهيب. فضلت حاطط ايدي على الجرح وفضلت اجري بعزم ما فيا، ودمي كان سايح ودماغي كانت دايخة، حاسس اني مش شايف قدامي. بدأت ما احسش بروحي، وقعت على الارض. كنت بنزل بشدة وما كنتش قادر اقوم على حيلي مرة تانية. لكن في اللحظة دي شفت بيت قريب مني، جريت عليه وخبطت على الباب وانا على اخر نفس. النور ولع والباب اتفتح وحد مسكني قبل ما الدنيا تضلم في عيني. وصحيت لقيت نفسي في المستشفى، ركبتي كانت مربوطة، والشرطة جت وسألوني وفتشوا البيت، بس ما كانش في حاجة، ولا لقوا الست اللي كانت لابسة قناع، ولا شافوا كسر، بس الطير الميت كان لسه موجود مكانه. قالوا لي ان السخونية ممكن تعمل هلوسة،
بس أنا كنت عارف إني ما كنتش بهلوس. والمرعب بجد بعدها بكم يوم لقوها، بس ما كانتش عند شخص تاني عملت نفس اللي عملته معايا. الشرطة قبضت عليها بس ما قالتش ولا كلمة ولا اسم ولا سبب ولا حتى صوت. بس لحد النهاردة كل ما بقفل عيني بشوفها وهي واقفة عند طرف السرير ومستنياني. لو فعلا كملت لحد هنا فواضح ان قلبك ميت. بس السؤال بقى، هل عندك الجرأة تشوف اللي جاي؟ لو مستعد دوس لايك واشتراك وخلي الرعب يبقى عادة عندك. أنا مش شخص فضولي، بس اللي كنت بسمعه كل يوم من قبو بيت جارنا اللي قريب من أوضتي خلاني أترعب، وحسيت إن في حاجة هناك مش طبيعية بتحصل. من بره البيت يوسف كان شكله شخص عادي، بيت بسيط نضيف وما فيهوش أي حاجة غريبة. يوسف كان راجل في الستينات، دايما مهندم في شكله، هادي ومتحفظ. عمره ما اداني سبب إن أشك فيه، بس كان في حاجة غريبة كنت بحسها في عيونه. الأصوات بدأت تتكرر، صراخ، أنين، كأن في حد محبوس وبيتعذب جوه البيت. في الأول كنت بحاول أبرر لنفسي يمكن يكون بيتفرج على أفلام أو بيسمع موسيقى، بس الصوت كان بدأ يتغير، كان بيتحول لصراخ مكتوم، كان مش طبيعي خالص. لحد ما في يوم قررت إن أنا لازم أراقب الراجل ده واخد موقف. في البداية فكرت إن أنا أتصل بالشرطة، لكن فكرت ما لقيتش عندي أي دليل أقدر أمسكه عليه. علشان كده ما كانش عندي غير الحل التاني، وهو إني لازم أتحقق بنفسي. وفي يوم كنت مستني كالعادة يوسف يخرج من بيته بدري. كان متعود دايما يخرج يجيب حاجات من السوق ويتأخر بالساعات. وفي اليوم ده قررت إن أنا لازم أدخل بيته بنفسي واتحقق واشوف ايه اللي بيحصل جوه. وفعلا تاني يوم الصبح استنيت لما يوسف خرج من البيت كالعادة، وقررت ان انا ادخل البيت. لما وصلت عند الباب كان مقفول، بس افتكرت ان كان في باب صغير كان موجود ورا البيت. لما زقيته لقيته فتح بسهولة. دخلت بحذر. البيت كان هادي ولا أي علامة على وجود أي حد. نزلت القبو، كنت بقرب خطوة بخطوة، وكل ما كنت بقرب كنت بشم ريحة عفن كانت مالية المكان، وكنت سامع صوت أنين كل ما قرب كان بيوضح. ولما وصلت فتحت الباب، كانت الدنيا ضلمة تماما. بدأت أنزل على سلم القبو، ما كنتش شايف أي حاجة قدامي. مديت إيدي وشغلت زرار النور. وقتها كانت الصدمة، شفت واحدة محبوسة جوه قفص، شكلها كان هزيل جدا، وشها شاحب، وكانت مرعوبة لآخر درجة. والكارثة إن كان معاها 6 أطفال، كلهم كانوا ضعاف وهم محبوسين جوه نفس القفص. كانوا خايفين من حاجة مجهولة، حاجة محدش يقدر يفسرها. الست أول ما شافتني رفعت راسها وبصت لي بخوف. حاولت أقرب منها بس رجلي كانت متجمدة في مكاني. قاومت لحد ما قربت ناحيتها، ما كنتش مصدق اللي أنا شايفه. حسيت إني واقف قدام جريمة، كان لازم أطلع من هناك قبل ما يوسف يرجع. بس قبل ما أتحرك مسكتني الست دي من إيدي بشدة قوية وقالت:
أرجوك ساعدني وافتح القفص، عايزة أهرب من هنا أنا وولادي. أرجوك بسرعة قبل ما يوسف يرجع تاني. وفعلا بدأت أدور على أي حاجة أفتح بيها القفص، بس ما كانش فيه أي أدوات حواليا. وفجأة سمعت صوت خطوات جاية من فوق، كان باب البيت بيتفتح، وسمعت صوت يوسف. ما كانش مفروض يرجع بدري كده. وما فيش ثواني ويوسف فتح باب القبو. كان شاكك ان في حاجة في المكان. في اللحظة دي افتكرت ان انا عملت غلطة كبيرة. المفروض ان كان القبو مطفي النور فيه وانا فتحته. فكرت بسرعة ادور على اي حاجة استخبى وراها، وفعلا كان في مجموعة من الصناديق محطوطة فوق بعضها. جريت واستخبيت وراها. يوسف أخد باله إن الصناديق كلها مفتوحة، وكأن في حد كان بيدور على حاجة جوه القبو. وقبل ما يقرب ناحية الصناديق، في اللحظة دي الست صرخت بصوت عالي. وقتها يوسف اتجنن وابتدى يضربها بعنف من غير ما يتكلم. والأطفال كانوا عمالين يعيطوا بس مش قادرين يتحركوا من مكانهم. أنا استغليت الفرصة وجريت ناحية السلم بسرعة. يوسف شافني وجري ورايا. استنى منك، كنت فاكر ان انا مش عارف انك كنت بتراقبني بقالك فترة. وأول ما وصلت لآخر السلم سحبني بقوة من ظهري وشدني ناحية المطبخ، وخبط راسي في الحيط. حاولت ان ألقط اي حاجة اضربه بيها، بس ما كانش فيه موجود حاجة غير ازازة محطوطة على ترابيزة ومكتوب عليها حمض الليمون. اخدتها وطلعت اجري بسرعة، لكنه قدر انه يمسكني بقوة وحدفني من على سلم القبو. ولما وقعت نزل هو ورايا وحاول انه يضربني، لكن في اللحظة دي ما كانش فيه قدامي غير اني افتح الازازة وارمي السائل ده في وشه. واول ما حدفته جه في عينه وفضل يصرخ من الألم. وقتها عرفت ان ازقه لحد ما وقع جنب القفص اللي فيه نفس الست. وقتها الست دي مدت ايديها ناحيته وعضته بقوة ناحية رقبته. انا استغليت الفرصة وطلعت اجري من القبر وجريت على بيتي. قفلت الباب بسرعة واتصلت بالشرطة. ومفيش ثواني الشارع اتملى بالعربيات والظباط دخلوا البيت. ولما نزلوا القبر اكتشفوا كل حاجة. يوسف اتقبض عليه، وشه كان مليان بالدم. بعد التحقيقات عرفوا ان الست دي كانت بنته، والأطفال دول يبقوا ولاده. القصة دي ما كانتش سهلة على أي حد ممكن يكون عارفها. كنت حاسس بغصة في قلبي، إزاي واحد ممكن يعمل كده في بنته وعياله. مرت الأيام وأنا مش قادر أنسى اللي شفته. الست دي والأطفال اتحرروا أخيرا، بس اللي شافوه عمرهم ما هيقدروا ينسوه أبدا. كنت دايما بفكر لو كنت اتصرفت بدري كانوا ممكن ينقذوا نفسهم من العذاب ده، بس برضو معرفش كنت هقدر أواجه يوسف لو اكتشفني ولا لأ. القصة دي بتعلمك حاجة مهمة، إن الشر ساعات بيكون ورا وجه هادي، ورا باب بسيط زي بيت جارنا. وبعض الأسرار لما بتخرج للنور بتكشف ليك حقيقة مش ممكن تتخيلها. لو وصلت معايا لحد هنا فده معناه إنك من الناس اللي بتحب تغوص جوا الظلام وتكتشف الحاجات اللي محدش بيقدر يستوعبها. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، لأن اللي جاي أظلم وأبشع وأكتر رعب من كل اللي فات. مش ممكن تقدر تهربي من فلك. أنا رجعت من الموت علشان أخدك معايا.
بنت اسمها فيكتوريا عمرها 24 سنة، كانت عايشة في قرية صغيرة بالقرب من أمريكا الشمالية. شغلها كان في البوليس، وبحكم شغلها عمرها ما كانت ممكن تآمن بوجود لأشباح أو خوارق غير طبيعية كانت ممكن تكون موجودة في الزمن ده، وده لأنها بتشوف وبتعيش كل يوم جرايم وحوادث خلتها تؤمن بإن مفيش جريمة إلا وبيكون وراها سبب حقيقي لحدوثها. لحد ما في يوم انطلب من فيكتوريا إنها تروح لكنيسة مهجورة. فتحت الباب بصعوبة، وده بسبب التراب والغبار اللي كان مالي المكان. وقتها طلعت كشافها اليدوي وشغلته. الظلام كان مالي الغرفة كلها، والكراسي كانت متكسرة والتراب محوطها. أخدت بالها في اللحظة دي من وجود شيء مرسوم على الأرض، واللي كان عبارة عن حروف ورموز غريبة باللون الأحمر. لكن الغريب إن اللون أشبه بلون الدم. لحد ما فجأة حصلت حاجة غريبة، وده لما أخدت بالها في وسط كل الرموز والعلامات الغريبة دي بوجود حروف لكلمة مكتوبة. وقتها وقفت مكانها وبدأت تركز في الحروف وتقراها. كان مكتوب فلك. وبمجرد ما قرت الكلمة بدأت الأرض كلها تتهز من تحت رجليها، وكأن كان في زلزال كبير في المكان. وفي لحظة بدأت جدار من جدران الكنيسة ينهار، وده خلى فيكتوريا تتكعبل وتقع على الأرض. الغبار والتراب كان مالي المكان، وكأن صوت قنبلة وانفجرت. فيكتوريا ما كانتش قادرة تاخد نفسها من شدة التراب، ولما بدأ التراب يختفي من المكان عيونها وقعت على كتاب شكله غريب وقديم واقع على الأرض. شكل الكتاب كأنه من عصر قديم، كان عليه خطوط ورموز غريبة بالدم. لكن الأغرب لما لقت نفس الرموز اللي مكتوبة على الكتاب هي نفس الرموز اللي شافتها على الأرض، كانت مرسومة بنفس الطريقة. في اللحظة دي قربت فيكتوريا من الكتاب وجت تلمسه. حصلت كارثة، وده لما حست بقوة غريبة دفعتها لبعيد، وكأنها كهرباء مست جسمها كله. وقتها حست وكأنها اتشلت في مكانها. فيكتوريا كانت في حالة غريبة من الذهول ومش مستوعبة اللي بيحصل لها، وبالرغم من كل اللي شايفاه لكنها قدرت تفتح الكتاب وتقلب في صفحة. لكن وهي سرحانة في الحروف والرموز الغريبة اللي كانت عمالة تقراها، في اللحظة دي بدأت تحس وكأن في أصوات لهمس بالقرب منها. وبعد لحظات الأصوات دي بدأت تعلى في المكان. أخدت فيكتوريا الكشاف وفضلت توجهه في كل أنحاء الغرفة اللي كانت واقفة فيها، لكن ما كانش في أي حد. بس الصوت كان عمال يعلى ويقرب منها. وفي اللحظة دي الكشاف بتاعها ضعف وبقى يطفي ويولع من غير أي تفسير أو سبب. وفي اللحظة دي وده لما شافت ظل أسود كان مستخبي في جنب في الغرفة. الظل كان لراهبة، شكلها كان مخيف جدا. كانت طويلة ووشها شاحب وعيونها مفرغين زي الأموات. بقها كان مقفول ومتخيط بغرز لونها أسود وغليظ. وعلى الرغم من إن الشبح ده كان صامت وما بيتحركش من مكانه، لكن فيكتوريا كانت سامعة صوت همساتها كانت عمالة بتعلى في المكان كله وعمالة تقرب منها. وقتها ما فكرتش كتير وقررت تهرب بسرعة من المكان، لكن اتفاجئت لما لقت الباب كان مقفول جامد. وفي اللحظة دي شبح الراهبة المخيفة دي تحول لنظرة كلها غضب، وهي عمالة بتبصلها بكل تحدي، وكانت مبتسمة ابتسامة توقف الدم في العروق. كانت شايفة مع ضوء الكشاف اللي كان عمال بينطفي وينور خيالات لظلال كتير لأشباح بني آدمين في المكان. طلعت الكاميرا علشان تصور بيها اللي هي شايفاه، لكن في اللحظة دي وقعت الكاميرا من ايديها وبدأت تحس بإيدين غير مرئية مسكتها من رقبتها وعمالة تخنق فيها جامد.
لدرجة إنها ما كانتش عارفة تطلع نفس. جسمها كله كان عمال بيتنفض، وفجأة اترفعت بقوة بطريقة غير مرئية واتحدفت جامد ناحية جدار من الجدران، وكأن حد دفعها بشدة ووقعها على الأرض. فيكتوريا ما كانتش قادرة تقوم من شدة الألم، كل جسمها كان تقريبا متكسر. وقتها افتكرت المشاهد المرعبة اللي كانت بتشوفها في أفلام الرعب، وعلى الرغم من عدم اقتناعها بالفكرة لكن حاولت تدور على أي حيلة تنقذ بيها روحها من الشبح المدمر ده. أخدت قطعة من الإزاز اللي كان متكسر على الأرض وجرحت بيه إيديها، وخلت الدم اللي نازل من إيديها يقع في وسط الدايرة اللي مرسومة على الأرض. كانت فاكرة إن الحيلة دي هتنقذها، لكنها ما تعرفش إن ده زود قوة ظل الراهبة، وبدأت تخرج من الدايرة أطياف كتير من الظلال والتعابين. كانوا بيقربوا ناحيتها وبدأوا يلفوا حوالين رجليها وإيديها ورقبتها. وفي اللحظة دي بدأت فيكتوريا تحاول تفتكر الكلام اللي كانت بتقوله في صلواتها لما كانت مع أهلها وهي صغيرة. غمضت عينيها وبدأت تتمتم بالكلام، وفي اللحظة دي كل التعابين والظلال اللي كانت مكتفاها بدأت تختفي وتبعد عنها وترجع لنفس الدايرة، وكأن شيء خفي عمال يسحبهم للأرض مرة تانية. وشافت شبح الظل الراهبة وهي بتصرخ بصوت عالي، صرخة هزت جدران المكان كله. وقبل ما تختفي عيونها كانت بتتوعد لها بالانتقام، وقالت لها قبل ما تختفي: هرجع لك تاني. المكان كله تحول لكتلة من الرياح الباردة الشديدة. النور بدأ يطفي وينور في الأوضة، وكأن الكابوس اللي شافته بيعيد نفسه مرة تانية. ما كانتش مصدقة اللي شايفاه لحد ما بدأت تشوف خيالات لظلال في الأوضة حواليها في كل مكان. وفي اللحظة دي سمعت صوت لنفس الهمسات وهي بتقرب منها، وبدأت تاخد بالها من صوت الحفر على جدار على الحيطة اللي وراها، وإيدين غير مرئية كانت واقفة وراها ولمستها من كتفها. ولما التفتت وراها لقت محفور على جدران الأوضة حروف لكلمة فلك. وهنا كانت واقفة مصدومة وبتقول لنفسها الكلمة دي اتكتبت ازاي؟ كان في شيء غير مرئي هو اللي عمل كده. بدأ صوت الهمس يعلى أكتر بكتير من اللي كانت عليه وقت ما كانت في الكنيسة. فيكتوريا كانت مصدومة ومتسمرة في مكانها من كتر الرعب اللي شايفاه وسمعاه قدامها، لحد ما جت ليها رسالة على الموبايل بتاعها. فتحتها وهنا كانت الصدمة لما لقيت مكتوب فيها: أنا رجعت من الموت علشان أخدك معايا، مش ممكن تقدري تهربي من فلك.